اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. معاكم ماجي مليكة. فيديو النهاردة عن بسكوت النشادر، وما يعديش عيد غير لما لازم ناكل من البسكوت النشادر. كل سنة وكلكم طيبين. بصراحة أنا بحس بالعيد لما بنعمل خبيز العيد في البيت، البسكوت والكحك والبيتيفور وحاجات تانية كتير. أنا عاملة لكم سلسلة كبيرة للعيد بكل الأنواع. أنا اتعودت على كده وبقيت أحب طعم الحاجة اللي في البيت أحسن من اللي احنا بنشتريه من بره بكتير، وكمان أنضف، وكل اللي في البيت بيحسوا بأجواء العيد وبترجعلي ذكريات زمان الجميلة من أيام طفولتي، والكل بيشارك فيها بإيديه. ولما كبرت أخدت الطريقة اللي عندي اللي مامتي واخداها من تيتها، وهي كانت شاطرة قوي في الحاجات دي، لكن طورت فيها شوية بعد تجارب كتير. هقول لكم على طريقتي المضمونة، لو انت عمرك ما عملتي بسكوت هيطلع معاكي ناجح ومش هيبوظ منك ابدا. بس اهم حاجة تمشي على المقادير والطريقة بالظبط، وكمان اسمعي الفيديو كذا مرة عشان كل تكات كتيرة هقولها تضمني بيها نجاح البسكوت بتاعك. هو سهل جدا ومش هياخد وقت كتير خالص منك. انا في حاجة العيد هعمل لكم معايير صغيرة عشان تجربوا بيها لو بتعمليه لأول مرة، ولو عايزة تضعفي المقادير وتعملي كمية أكبر ضعفي كل حاجة بقولها في المقادير، وهقول لكم كمان المقدار ده طلع لي قد ايه بسكوت بعد ما خلصت ووزنته. مش هطول عليكم كتير ويلا نبتدي في المقادير. معانا اول حاجة نص كيلو دقيق فاخر او بتاع الكحك والبسكوت، بيبقى مخصوص ليهم ومكتوب عليه الكحك والبسكوت، وطبعا لازم يكون منخول. عليهم 200 جرام من السمنة بدرجة حرارة الغرفة، يعني تكون جامدة لو احنا في الشتاء، ولو الدنيا حر ممكن نحطها في التلاجة شوية قبل ما نستخدمها. انا استخدمت هنا سمنة بلدي صفرة بقري، ودي انا مسيحة زبدة بقري ومجهزاها سمنة عشان حاجة العيد. ولو عايزة بسمنة بيضة جاموسي بلدي برضو بتبقى حلوة كمان جدا، او اي نوع تاني متوفر عندك. وهبقى انزلكم تحت لينك فيديو تسييح الزبدة لسمنة وكل التفاصيل بتاعتها. وكمان السمنة في البسكوت بتدي طعم حلو جدا، احلى كتير من عمايله بالزبدة، وده بجد عن تجربة. وعليهم 200 جرام من السكر الباودر، انا بشتريه جاهز مطحون، بيبقى افضل كتير من انك تطحنيه في البيت، بيدي نتيجة مش كويسة زي السكر الباودر الجاهز. وطبعا لازم ننخله عشان اوقات بيبقى فيه تكتلات وممكن لما نحطه في العجين ما يتخلطش كويس معانا، وده طبعا نتيجة مش عايزينها ويسيح لي البسكوت بتاعي. وبيضتين كاملين بدرجة حرارة الغرفة، يعني مش مخرجاهم من التلاجة ومستعملاهم على طول. ومتستغربوش من المقدار اللي جاي، 4 معالق كبار من النشا من المعالق المعيارية. أنا سمعت عن الخبز بالنشا، جربته كذا مرة وعجبني واداني نتيجة حلوة جدا، فجربوه على ضمانتي. ورشة من الملح ومعلقة صغيرة نشادر، واهم حاجة تجيبوها طازة من المحلات المتخصصة لبيع حاجة الحلويات او من العطار، بس ما تكتروش عن معلقة صغيرة من المعالق المعيارية عشان ما يفرش منكم البسكوت، لان النشادر بينفخ البسكوت بالعرض. وربع معلقة صغيرة من الفانيليا. وزي ما قلت لكم كل المعايير مستخدمة فيها المعالق المعيارية والكوبايات المعيارية، والمعالق والكوبايات دي بتتباع في محلات بيع مستلزمات الحلويات ومحلات الأدوات المنزلية بأشكال مختلفة وأسعار كمان مختلفة. وانا مش بحط في البسكوت نهائي بيكنج باودر. لما جربت البسكوت بالنشادر والبيكنج باودر، النشادر فرش البسكوتة بالعرض والبيكنج باودر نفخ البسكوتة لفوق، يعني بيرفعها لفوق زي بالظبط كده في الكيك. لقيت البسكوتة كلها بقت بابلز او فقاقيع هوا كده من جوه، ومنفوخة زي ما بيقولوا كده على الفاضي، كلها بتبقى مليانة هوا، ولما بتسقيها في الشاي بلبن بتتكسر على طول وما فيهاش اي لحم بسكوت خالص. فلما تيجي تاكليه تلاقيه كله كده فقاقيع وملوش اي طعم، وبصراحة ما حبيتهوش خالص. هو كده بيبقى مقرمش حلو بس مش ناشف، فالنشادر كفاية قوي للبسكوت. وكمان مش بحط في البسكوت لبن نهائي لانه بينشف البسكوت بزيادة ويخليه ناشف جدا عن المعتاد بتاعه. طبعا ده كله بعد ما سألت كتير وبحثت كتير ودورت وجربت بنفسي، وبعدين شلت كمان اللبن، طلع تحفة بجد. الخلاصة اللي لو مشيتوا عليها هتطلع لكم احلى بسكوت نشاد. وكمان من نجاح الكحك والبسكوت وباقي حاجة العيد
الميزان، وده مهم جدا ومش غالي خالص، وبيتباع عند محلات مستلزمات الحلويات، برضو أنا جبته من عندهم، وكل ما احتاج أعمل طريقة بالجرامات بينفعني وبيعيش معاكي كتير. نبدأ دلوقتي في طريقة بسكوت النشاد. أنا قسمتهم كده لجزئين، جزء السمنة والسكر والبيضتين، والجزء التاني الدقيق والنشا والفانيليا، وهزود باقي الفانيليا مع البيض ورشة الملح والنشادر. هنحط كل المواد الجافة دي مع بعض ونقلبها عشان كله يختلط ببعضه كويس جدا. ودي أول باول عندنا. جبت عندي العجان، بس اللي مش عنده ممكن يعمله بإيده عادي جدا، وبيدي برضو نتيجة حلوة جدا، بس بياخد وقت أزيد شوية ومجهود كمان أزيد شوية. وحطينا الويسك أو المضرب السلك بتاع العجان عشان هنضرب السمنة مع السكر الأول. هننزل بالسمنة، شوفوا ازاي جامدة زي ما انتوا شايفين، وعليها السكر الباودر المنخول، ونشغل على سرعة هادية عشان السكر ما ينطرش ويبهدل الدنيا لغاية ما تتخلط كويس مع السمنة، وبعدين نعلي السرعة ونفضل نضرب لغاية ما يبقى كريمي خالص. شوفوا بقى كريمي ازاي ولونه فاتح وبقى هش، ممكن ياخد منك 10 دقايق، بس كل شوية ننزل الجوانب بالسباتولا، ولو بمضرب البيض برضو ينفع جدا، ولو بإيدك ممكن تاخدي في حدود الربع ساعة تقريبا. وبعدين ننزل بالبيض واحدة بواحدة لغاية ما تختفي، ننزل بالتانية ومعاهم باقي الفانيليا، ونضرب لحد ما يتخلطوا كلهم مع بعض ويبقى فومي اكتر مع البيض. شوفوا القوام هش اكتر ازاي وكريمي، واللون برضو فاتح جدا. نفضي الويسك بتاعتنا من الخليط اللي فيه، لان ده دوره خلص كده خلاص في ضرب السمنة والسكر والبيض. هنحط بقى الاتاتشمنت بتاعت الكف او البادل، والاتاتشمنت دي بصراحة حلوة جدا لانها فيها سيليكون فبتلملي جوانب الباول كلها، ودي بصراحة ميزة من ميزات العجان بتاعي، فلما اخترعوها حسيت يعني قد ايه فعلا مفيدة. هننزل بقى بالدقيق معلقة بمعلقة من الخليط بتاعي، او ممكن تقسمي الدقيق على 3 اجزاء وتنزلي بيهم كله. زي ما انتوا شايفين العجين شكله اختلف خالص وابتدى يلم معايا ويكون عجينة عندنا. انا هنا قدامي اختيارين، يا اما هنعمل البسكوت بالمكنة العادية بتاعت زمان، ودي اللي انا بصراحة بفضلها، لو كمان هتعملي كمية اكبر فبتبقى المكنة منجزة معاكي، او انك هتعملي ببلبلة بتاعة البسكوت في كيس الحلويات، ويفضل يكون كيس قماش او سيليكون حسب المتوافر عندك، او كان عندي بصراحة اكياس عادية بس اتصرفت وعملت لكم بيها. فلو عايزة تعملي بالمكنة يبقى هنحط كل كمية الدقيق، ولو احتاج معلقة او 2 نحط حسب الدقيق زي ما قلنا، وممكن نكتفي بالنص كيلو، وهي بتبقى عجينة يابسة يعني جامدة شوية عشان تعرفي تنزليها في المكنة. انما لو بكيس حلواني يبقى لازم تكون العجينة طرية شوية، بمعنى نوقف العجان وهي بتلزق خفيف في الايد مش قوي برضو، ونسيبها 10 دقايق الدقيق يمتص كل السوائل في العجينة وتمسك اكتر، بس في نفس الوقت تكون طرية. ناخدها بالسباتولا ونحطها في الكيس ونضغط عليها فينزل بسهولة من الكيس ويديني شكل حلو جدا. انما لو زودنا دقيق للعجينة لغاية ما احس انها مش بتلزق من الاول ونحطها في الكيس هتعذبك في نزولها من الكيس وممكن تقطع الكيس منك كمان. ولو حسيتي ان الدقيق زاد منك شوية هنحط معلقة او معلقتين من السمنة وهي تلم معاك، لكن اوعي تضيفي لبن او مية عشان ما ينشفش منك. ولو نقص الدقيق ولسه ملمتش بنزود معلقة لمعلقتين من الدقيق. انا كده بقول لكم بالتفصيل عن كل حاجة ممكن تقابلكم سواء زيادة دقيق او نقص دقيق. شوفوا بقى العجينة بقت متماسكة ازاي ولمت كلها وحلوة، ولما بمسكها بايدي ايدي بتعلم فيها وطرية، وهو ده بالظبط اللي احنا عايزين نوصله. لو عايزين بقى تعملوا البسكوت بالكاكاو يعني يبقى لونه بني، هنشيل معلقتين كبار من الدقيق ونحط مكانهم كاكاو خام. ولو عايزة تعملي بسكوت نشادر بجوز الهند هنحط معلقتين كبار من جوز الهند مبشور ناعم جدا مع الدقيق، ونشيل الفانيليا ونحط معلقة من روح جوز الهند، بيبقى حلو قوي برضو. ولو عايزاه بالبرتقان نحط حبة عصير برتقان ومعلقة بشر برتقان بدل برضو الفانيليا، يبقى كده تحول معاكي البسكوت البرتقان. هنشيل بقى البادل ونحط العجين في باول نضيفة. انا بركب المفرمة في الرخامة
وانا شارية قمع بيركب في المفرمة بنفس شكل القمع بتاع الكيس، وهما بيسموه الموس، وهو ده اللي بيديني احلى رسمة، او بمعنى اصح اللي احنا متعودين عليها من زمان وانا بحبها جدا. وشوفوا بقى الموس من قدام فتحته كبيرة فبيطلع البسكوتة مليانة ومش بتنشف مني، والرسمة بتاعتها واضحة. وفي كمان البلابل دي بتاعت كيس الحلواني بأحجام مختلفة حسب ما انت حابة حجم البسكوتة بتاعك، من ناحية بيبقى مشرشر ومن ناحية بيبقى سادة. وطبعا أكياس القمع زي ما قلتلكم. وده الوش القديم بتاع المفرمة والغيارات بتاعته بتطلع أشكال للبسكوت. هوريكم كل الأشكال وقت الاستخدام. هنبدأ بالقمع بتاعي اللي اشتريته من 3 سنين وبقى متوافر في محلات بيع مستلزمات الحلويات. هنحط من العجين صوابع وننزل بيها في المفرمة، وممكن نعجن العجين بإيدينا شوية عشان تسخن وتنزل بسهولة في المفرمة وتديني نتيجة حلوة في النقشة عقبال ما تملى المفرمة وتبدأ تشتغل. أهم حاجة اوعي تخبزي كمية البسكوت مرة واحدة من غير ما تعملي اختبار لواحدة أو 2 في صينية صغيرة عشان تتأكدي إن البسكوتة حلوة مش بتفرش ونقشتها زي ما هي محتفظة بيها وطالعة مقرمشة مش ناشفة. والصينية دهناها دهنة خفيفة بالزيت، بتحبوها قصيرة أو طويلة زي ما تحبوا. شوفوا شكل البسكوتة حلو ازاي من قبل ما تستوي، ولو العجينة مش مظبوطة من الأول مش هتنزلك مشرشرة حلوة كده. هنجرب دول بقى في الفرن وبعدين نكمل باقي الكمية. وأهم حاجة في مكنة الفرن نضغط على العجين من فوق، وده بيخلي البسكوتة تنزل متماسكة وحلوة. وأكيد لازم حد يساعدك، يعني هو يلفلك المفرمة وانتي تاخدي من القمع وترصي في الصاج. شوفوا بقى العينة لما خرجت الشكل هو ازاي وما فرشتش غير بسيط قوي، واخدت لون من تحت جميل جدا وخفيف قوي من فوق. وشوفوا الفرق بينها وبين الني، نفخت بالعرض شوية صغيرين، وهو ده المطلوب بالظبط. مفيش حاجة هتبوظ منك طول ما انت بتعملي اختبار وماشية على المقدار بالظبط. ممكن تزودي دقيق لو فرشت منك زيادة. جبت بقى صاج كبير وابتديت ارص فيه البسكوت بعيد عن بعضه شوية، وده اول شكل عملته بالقمع بتاع المكنة، وهو سمكه تخين شوية، انما بتاع المكنة نفسها بيبقى رفيع شوية، بس هوريكم شكله برضو بعد العمل. وده تاني شكل من اشكال الغيارات بتاعة وش البسكوت. شايفين شكل البسكوتة بتاع غيارات المكنة رفيع شوية ازاي في السمك، بس برضو بيطلع حلو. انا بوريكم كل الافكار بالاشكال واختاري انت اللي يناسبك. وده تالت شكل من اشكال الغيارات برضو بتاعة وش البسكوت. ده وش المكنة ال3 فتحات اللي انا استخدمتهم فقلت اوريها لكم. وتالت اوبشن معانا هو كيس الحلواني. اخدت حتة عجينة وحطيتها فيها وانا مخليها هنا طرية شوية، وهي عجينة شلتها قبل ما ازود دقيق بزيادة عشان المكنة، فهي مسكت من التلزيق ونزلت في الكيس وعملت لي نفس شكل الموس. كده قدامكم كل افكار بسكوت النشادر، وانتوا اختاروا اللي يناسبكم. كده الصاج جهز كله. هدخله على فرن 180 على الرف اللي في الوسط، وبياخد من 20 ل25 دقيقة تقريبا في الفرن، وحسب كل واحدة برضو فرنها. وده شكله برضو وهو ني. ودي المكنة اللي انا قلتلكم عليها، والعجين بيتحط من هنا وبنثبتها في الرخامة عادي. وده شكل البسكوت اللي بالقمع تخين ازاي، انما ال3 غيارات بتوع المكنة رفيعين شوية. وادي شكل البسكوتة اللي في كيس الحلواني. ده الصاج اللي استوى تحفة ومحافظ على شكله وجميل وريحته بجد روعة، وريحة السمنة البلدي واضحة فيه جدا. واهم حاجة خلي بالك من التسوية في الفرن، لو احمر من حتة غير حتة بنلف الصاج في الفرن عشان كله ياخد نفس اللون. واهم حاجة في مخبوزات العيد انها ما تنفعش تطلع في تيار هوا او مكان بارد بعد الفرن. بنسيب البسكوت في الصاج ما بنحركوش خالص عشان البسكوتة تفضل سليمة لغاية ما تاخد حرارة الجو الطبيعية براحتها. شوفوا لون البسكوتة كلها واخدة لون موحد من فوق ومن تحت ازاي، والبسكوتة خفيفة وناعمة ومقرمشة جدا مش ناشفة. فيها اصلا فقاقيع الهواء من النشادر، مش محتاجين البيكنج باودر خالص.
وتخن البسكوتة حلو بجد وفظيع جدا. وكده كل تكات وملاحظات بسكوت النشادر سهلة جدا وبسيطة، وإن شاء الله الطريقة تكون سهلة عليكم وتعملوه وتقولولي رأيكم. وكده كمية النص كيلو دقيق كله بعد ما استوى. هوريكم بقى بسكوتة من اللي استوى، شكلها ولونها وتسويتها تحفة، وهفتحها لكم من جوه وسمكها كمان جميل، وكلها لحم من جوه مش فقاقيع وبس. حلوة وريحتها مش قادرة اقول لكم قد ايه جميلة. ولو عايزين بقى ندلع بسكوتاتنا شوية ونقدمها بطريقة شيك ومختلفة عن العادي والكل بيحب البسكوت بالشوكولاتة، ممكن نسيح شوكولاتة مطبخ او اي شوكولات بتحبوها في حمام مية او في الميكرويف، بس اهم حاجة الباول ما يوصلهاش مية من تحت خالص عشان ما تخرجش منه. وننزل فيها البسكوتة يا اما بالعرض كده او في طرف البسكوتة، وشكلي بقى وزيني زي ما انت عايزة وفنني فيهم، يا اما من ناحية واحدة او من ناحيتين اللي تفضليه. ونطلعها على شبكة ستينلس وتحتها صينية عشان نصفي عليها اي شوكليت زيادة هتنزل منها. والشوكليت خلاص نشفت على البسكوتة. بعدين بقى نرصهم في طبق التقديم بالطريقة اللي انت تحبيها بعد ما تنشف تماما. وسبت شوية كمان من غير ما نزوقهم وشوية بالشوكليت، وطعمهم بصراحة روعة. وطلع البسكوت في حدود 900 جرام، يعني كيلو إلا 100 جرام من بس نص كيلو دقيق وباقي الخامات. وبألف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. هستنى أكيد آرائكم وتطبيقاتكم اللي أكيد بتفرحني وتسعدني وتشجعني أعمل لكم فيديوهات أكتر. ولو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الجديد. واتمنى الوصفة تكون عجبتكم.